السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى يومنا عملنا فيه لوبيا وعملنا فيه فراخ وعملنا رز بشعرية. تعالوا نشوف مع بعض عملنا الطريقة ازاي. بس ما شاء الله الاكل كان جميل. النهارده المية كانت مغلبين وما كانش في مية طول اليوم. هنا ربع كيلو لوبيا. غسلتها كده طبعا، نقيتها ونقعتها شوية وبعدين حطيت شوية مية على النار يغلوا ونزلتها فيها. وهنا قطعت بقى بصلتين وقطعت فلفل وقطعت طماطم. هنا حطيت بتاع طاسة على النار وحطيت فيها بصلة وطماطماية وفلفلاية وحبهان ورق لورا يغلي للفراخ. وهنا حلة على النار حطيت فيها حتة بصلة من صغيرة اللي انا كنت مقطعها على حتة قرن شطة مع حتة فلفل كده يدوب. بس هقلبه بس تقلبتين وانزل بالطماطم. وهنا اللوبيا كانت خلاص اللي هو غليتها غلوة. حطها بس على النار 10 دقايق تغلي غلوة وتقشرها على طول عشان ما تتهرش معايا. وهنا حتة بصلاية صغيرة مقطعة حتة صغيرة مع حتة فلفلاية قلبتها بس تقلبتين كده. وبدأت بقى انزل بشفشق عصير الطماطم. هقلبها كده، احط شوية فلفل اسود، احط شوية ملح، احط شوية كمون، احط مكعب مرق دجاج. بس كده اهو البهارات. وهنا الطاسة دي طبعا ما كانش في عندي حلة تانية، نزلت طماطم ونزلت بصل ونزلت حبهان ورق لورا. وهنا حتة الفرخة اللي هعملها كنت غسلتها كويس، نقعتها في ملح وخل وليمون. اول لما المية تغلي انزل بالفراخ. هنا ما شاء الله كانت الصلصة كانت غليت معايا اهو. نزلت بقى باللوبيا بتاعتي. بصوا ما شاء الله الصلصة جميلة. هنزل بقى بمكعب المرقة. الريحة جميلة من غير بقى ولا 7 بهارات ولا كل ده، يعني بأقل التكاليف. وهنا حطيت مرق دجاج برضو على الفراخ كده عشان يديها طعم وريحة حلوة. عشان الشوربة ديت هاخد ازود منها اللوبيا هنستفاد بيها برضو. هنا حطيت حلة على النار فيها شوية زيت ونزلت حوالي كوباية شعرية كده. ابدأ اقلب فيها. اول لما تاخد لون دهبي هنزل على طول بالرز عشان مش عاوزاها ان هي تحمر قوي معايا كده بتمرر ومتكونش طعمها حلو. هقلب بقى فيها كده عشان مفيش حاجة تتحرق. بس ما شاء الله اول لما وصلت للون كده ابدأ بقى انزل بالرز. هديله برضو تقليبة كده مع الشعرية. بيكون بقى ما شاء الله مفلفل وجميل ومتشرب بكل الزيت. وكان فيه شوية مرقة كده حطيتهم عليه برضو بيطعموه. حطيت شوية ملح. وبعدين بدأت انزل بقى بالمية. المية على قد الرز بالظبط عشان ما يعجنش معاكي. لو احتاجت كتير ممكن تزودي. بصوا ما شاء الله اللوبيا تغلي معايا. هبدأ بقى احط على النار خالص كده. ما خدتش معايا اي سوا، يعني حوالي 10 دقايق وكانت استوت معايا. تستوي بسرعة ما شاء الله عشان احنا كنا ادينا لها غلوة في الاول. بصوا ما شاء الله جميلة زي العسل ازاي، وكانت طعمها زي السكر. هبدأ بقى اهدي على النار، اغطيها كده واهدي على النار. وهنا الرز كان شرب المية بتاعته. هبدأ بقى اهدي عليه خالص. بصوا ما شاء الله لونه حلو وجميل ازاي. لو عايزة تحمري الشعرية اكتر من كده حمريها، بس انا صراحة مفضلهاش ان هي تحمر اكتر من كده. بصوا ما شاء الله اللوبيا جميلة. طريقة سهلة وبسيطة حلوة جدا. واول مرة اشوح البصل كده مع قبل ما احط الصلصة مديله طعم حلو قوي. ما شاء الله كانت جميلة. وهنا الفراخ كانت خلاص قربت تستوي معايا. طبعا هزود بقى لوبيا كل لما تنقص منها هزودها من الشوربة بتاعة الفراخ دي. وهنا الرز كان خلاص ما شاء الله جاهز. والفراخ برضو كانت استلقت معايا. هبدأ بقى احمرها. لو انت عايز تاكلها كده كلها مفيش مشكلة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.